ازيكم عاملين ايه؟ 18 مارس من كل سنة بتحتفل المنيا بعيدها القومي، وده لدور المنيا عروس الصعيد الفعال في ثورة 1919، الثورة العظيمة اللي قامت ضد الاحتلال البريطاني أو الاحتلال الإنجليزي اللي كتير ما يعرفش مسمى الاحتلال البريطاني. زي ما عودناكم معانا في كلام في الصميم مع تميم، هنسمع دايما اخبار وحكايات ومعلومات. لاول مره تسمعوها وتشوفوها تكون معانا هنا في كلام في الصميم مع ابو تميم. تنسوش لايك وكومنت وشير في كل مكان عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعونا على قناه اليوتيوب والانستجرام. ويلا بينا نسمع حكايه المنيا، ويا منيا يا دوله، يلا بينا. يا مصري مصر دايما بتناديك، بص نصري نصر بنورد عليك. بعد جهنا يا إلهنا راح نعيش كل حياتنا. مين ما يعرفش ثورة 1919 والزعيم المناضل الكبير سعد باشا زغلول؟ أكيد طبعا كلنا عارفين قصة ثورة 1919 اللي قامت ضد الاحتلال الإنجليزي، ضد ممارساته الغاشمة ضد الشعب المصري بالكامل، واللي دفع ثمنها كتير من الثوار والمناضلين. وبالتأكيد كان للمنيا نصيب ودور كبير جدا في ثورة 1919. سنة 1918 بقيادة الزعيم سعد زغلول اتشكل وفد مكون من 7 أشخاص علشان يتفاوضوا مع المندوب البريطاني في مصر وقتها، وكان منهم علي باشا شعراوي زوج المناضلة الكبيرة هدى شعراوي. وبعد ما تم اعتقالهم ونفيهم لجزيرة مالطا، قامت أحداث ثورة وغضب في كل أنحاء مصر، وكان على رأسهم مؤولهم المنيا. وفي يوم 18 مارس 1919 كانت بداية الشرارة لثورة الغضب في محافظة المنيا. فمأمور بندر درمواس أو مأمور اسم درمواس ساب خبر لدكتور خليل أبو زيد المعروف بقيادة أحداث ثورة في محافظة المنيا، لأن وقتها كان بيتحدث الإنجليزية بطلاقة، وكان هو الوحيد تقريبا في بلده اللي بيعرف يتكلم إنجليزي كويس، وده أهله إنه يقود الأحداث دي في وقتها. بعد وصول خبر قطر الصعيد اللي جاي المنيا من مأمور اسم شرطة درمواس أبو المجد أفندي، علشان يتحرك أبو زيد ومعاه 4000 من المواطنين يروح لمحطة قطار درمواس ويستنوا هناك القطر المحمل بالجنود الإنجليز، ويستنوهم في محطة القطر. بعد ما نجح بمساعدة الأهالي من السيطرة والاستحواذ على اسطوانة خاصة بتحرك القطر عشان يوقفوا القطر، ويجبر بوب والضباط الإنجليز والعساكر الإنجليز على الوقوف في محطة قطار درمواس والتحدث مع أبو زيد، اللي أصر وقتها إن محدش هيمشي من الضباط والعساكر الإنجليز إلا لما يوصلوا لاتفاق. حصلت طبعا مناوشات ومشادات كتير جدا في الوقت ده. أحد الضباط أو العساكر الإنجليز خرجت منه رصاصة طايرة، ما كانش عارف بقى إن النتيجة هتكون إن الأهالي هيثوروا غضبا عليهم، وقاموا وقتها الاشتباك مع الضباط والعساكر الإنجليز، واللي أدت وقتها لإصابة حوالي 7 من الجنود والضباط. وكمان طبعا اتصاب عدد كبير من الأهالي، لأن الضباط والجنود الإنجليز كانوا دجاجين بالسلاح. وتعرفت وقتها الأحداث اللي حصلت في درمواس بملحمة الدم والعسل، وده نتيجة اختلاط الدم الخاص بالأهالي بالعسل اللي كان محمل في القطار اللي كان بيقل العساكر والضباط الإنجليز في درمواس. تطورت الأحداث وكان نتيجتها وفاة عدد من ضباط وجنود المحتل الإنجليزي، وكان على رأسهم المفتش الخاص بالسجون بوب. والأهالي ما اكتفوش بكده بس، لا، ده خدوا كمان جثته ولفوا بيها في البلد، وكانوا بيهتفوا ويهللوا وبيقولوا الرطل من بوب بقرش بقرش. والأحداث ما توقفتش عند درمواس بس، لا، امتدت كمان لكل الأماكن المحيطة بدرمواس، واللي كان أهمها ملوي.
وكان في الوقت ده في تدخل مهم جدا من عمدة الأشمونين لما وصلت جثة بوب لملوي، واللي تصرف كان الغرض منه الأساسي الحفاظ على الأهالي من الانتقام الجاي من الإنجليز. وهنا اتدخل عمدة الأشمونين وأخذ جثة بوب وعمل له تابوت، وبالفعل عمل له تابوت فخم جدا. ولما جت والدة مفتش السجون بوب وعدد من الجنود والضباط الإنجليز عشان يستلموا جثته، عجبهم تصرف العمدة، وده امتص كتير جدا من غضبهم ورغبتهم في الانتقام من الأهالي في ملاوي. وكالعادة ودايما مع كل محتل الغدر هو اللي بيكون سيد الموقف. فوقتها قام الاحتلال الإنجليزي بتطويق ملاوي بعدد كبير جدا من القوات والمدافع والطيارات الهليكوبتر، اللي عملت عرض عسكري ضخم جدا وخدت من الترعة ساعتها ساتر بينها وبين الأهالي علشان يفتحوا النار على الأهالي ويقوموا كمان بسرقة عدد كبير جدا من الأهالي والممتلكات والمحلات في ملاوي. الشيخ مصطفى القياتي أحد رموز الثورة، واللي كان بصحبة القمص سيرجيوس وصاحب هتاف يحيى الهلال مع الصليب، واللي كان أول شرارة للتأكيد على وحدة المصريين وترابطهم. الشيخ مصطفى القياتي كان ليه دور كبير جدا في ثورة 19، فالشيخ مصطفى كان هو الخطيب الخاص بالثورة، وهو كمان زي ما ذكرنا صاحب شعار يحيى الهلال مع الصليب، اللي قالوا وأعلنوا مع القمص سيرجيوس في أحد خطاباته للأهالي. الشيخ مصطفى القياتي كان مكلف من سعد باشا زغلول بقيادة الحراك الثوري في الصعيد، وطبعا دفع ثمنه كتير جدا من مطاردة الإنجليز وأذيتهم وتسلطهم عليه، وكمان نال نصيب كبير جدا من الأحكام وصلت ل 36 حكم. وكانت نهاية الأحكام دي مع الشيخ مصطفى القياتي بالنفي لجزيرة مالطا. نار الثورة والغضب استمرت في الانتشار، فمن درمواس وملاوي في المنيا لصمالوط اللي كمان وشعلت فيها نار الثورة والغضب ضد الاحتلال الإنجليزي. فكان دور مراد باشا الشريعي دور مؤثر وكبير جدا في أحداث الثورة. فزي ما انتم عارفين في كل ثورة لازم بيكون في مقر سري للاجتماعات والتحضيرات للثورة، وده كان الدور اللي قام بيه مراد باشا الشريعي، بأنه خصص القصر الخاص بيه للاجتماعات والتحضير للثورة. واللي ما يعرفش مراد باشا الشريعي فهو الجد الأكبر للموسيقار الكبير عليه رحمة الله عمار الشريعي، وكان أحد الأفراد السبعة المشكلين لقيادة الوفد مع سعد باشا زغلول، واللي تم نفيهم خارج البلاد. وفي ظل كل الأحداث اللي حصلت في درمواس وملاوي نادت المنيا بالاستقلال زي ما سعد باشا زغلول كان بينادي بالاستقلال، لكن الاستقلال هنا المرة دي كان مختلف شوية. فالمنيا في الوقت ده نادت باستقلالها كجمهورية مستقلة أو كدولة مستقلة. ففي ميدان بلس في مدينة المنيا وفي وسط تجمع عدد من الأهالي وبقيادة الأفوكادو المتصيد خرج عدد كبير من الأهالي ومن الطلبة ومن كل الفئات المؤيدين لثورة 1919 والدعاوى الاستقلال عن الاحتلال والمحتل الغاصب البريطاني. وبقيادة المحامي رياض أفندي الجمل اتجمع العديد من الأهالي والتجار والأفندية والطلبة وكل الفئات تقريبا علشان يدعموا الثورة ويدعموا حلم الاستقلال عن المحتل الإنجليزي. وطبعا تعالت الهتافات المعروفة سعد سعد يحيى سعد. بعد خطبة من رياض أفندي الجمل للأهالي والكل الجمع اللي كان موجود اتشال على الأكتاف عشان يلفوا بيه المدينة كلها وينتشر الخبر في كل أرجاء المنيا، وتبقى شرارة قوية جدا لاشتعال ثورة غضب في مدينة المنيا. عشان كمان في الوقت ده ينضم ليه إمبراطور المنيا الشيخ أحمد حتاتة، شيخ أزهري شاب في مقتبل عمره،
ويلفوا المدينة كلها هو ورياض أفندي علشان يشعلوا ثورة غضب قوية جدا ضد المحتل، وتوصل قوة الأحداث وقتها لفعلا بدء استقلال المنيا وإعلان أحكام مستقلة لمدينة المنيا. في الوقت ده بدأ توزيع منشورات ومطبوعات على كل الأهالي على بلوزة. كان المنشور ده هدفه حماية الممتلكات ووضع قوانين ولوائح وأسس لحماية الممتلكات والأهالي في المنيا. وكان محتوى المنشور ده بيقول إنه نظرا لغياب الأمن والنظام في الأرجاء ونظرا لوجود عدم أي حالة من حالات الضبط، تقرر من الأعضاء واللجنة المشكلة من مركز ومدينة المنيا قيام جمهورية المنيا. أيوة زي ما سمعت كده، قيام جمهورية المنيا، عشان يتقال من وقتها يا منيا يا دولة. في الوقت ده تم إعلان جمهورية المنيا قبل جمهورية زفتة ب 24 سنة، واستمرت المنيا دولة وجمهورية مستقلة لمدة 6 أيام كاملة ضد غطرسة وقوة وتسلط المحتل الإنجليزي. وكانت كمان فعلا دولة وجمهورية مستقلة، فتشكلت في الوقت ده لجان وزارية، وتشكلت كمان قوات أمن لكل من يجيد حمل السلاح. وبعد 6 أيام على إمبراطورية حتاتا ورياض باشا اتبعتت تعزيزات وقوات إنجليزية ضخمة وقوية للغاية، وكانت القوة في الوقت ده غير متكافئة بالمرة. وبعتوا لانشين عسكريين بمدافع سريعة، وكمان قوات طوقت مدينة المنيا من الشمال والجنوب وتحصنت في الأراضي الزراعية. ومن هنا سقطت إمبراطورية ودولة حتاتا ورياض باشا وجمهورية المنيا. كان في الوقت ده طبعا من نصيب رياض باشا اعتقاله وفصله من مزاولة مهنة المحاماة بسبب إعلان جمهورية المنيا، عشان يقدم تظلم للأفوكاتو العام اللي كان بيشغل منصب نقيب المحامين في الوقت ده، ويقول له: جناب الأفوكاتو العمومي، بعد تقديم واجبات الاحترام اللائقة أتجرأ بعرض حالتي. وكمل في سرد التظلم الخاص بيه اللي بيتظلم فيه من عزله من وظيفته، وبيطالب بأنه يرجع يمارس مهام وظيفته مرة تانية. الكيرة والجن جسدت الفنانة هند صبري دور شخصية من أعظم وأهم الشخصيات اللي كان ليها دور قوي جدا وتضحيات كبيرة جدا، وكانت بطلة من أبطال الظل، وهي شخصية المناضلة دولة فهمي. دولة فهمي اللي ضحت بسمعتها وبكل ما تملكه علشان تنقذ الثورة والثوار وفي سبيل تحرر الوطن. ففي مثل واضح جدا للتضحية في سبيل المقاومة، قامت دولة فهمي بنت قرية أبو عزيز في مركز مطايب محافظة المنيا بتضحية في سبيل إنها تنقذ الثورة والثوار. دولة كانت وطنية وذكية جدا، وكانت دايما مناهضة للاحتلال وكارهة ليه. فمديرة مدرسة الهلال الأحمر القبطية للبنات كانت ملقبة باليد السوداء، لأن محدش كان يعرف إن ليها دور في التنظيم السري الخاص بثورة 1919. وكمان كانت بتربطها علاقات قوية ووثيقة جدا بالحزب الوطني، وفي مقدمتهم الزعيم مصطفى كامل، وبعديه الزعيم سعد باشا زغلول. وكانت دايما بتكتب مطالبات برحيل المحتل الإنجليزي عن مصر. دولة كانت أكبر مثال ممكن يحتذى به في الوقت ده للتضحية. فأول ما عرفت بقيام أحد أعضاء التنظيم واللي اسمه عبد القادر شحاتة، واللي قام باغتيال أحد الأفراد الإنجليز برغم عدم ثبوت التهمة عليه بأي دليل، إلا إنهم كانوا عارفين بنشاطه وبيتلككوا له، وبالفعل قبضوا عليه ودوه للمحكمة، واللي أصدرت عليه وقتها حكم بالإعدام عشان تتحرك دولة في الوقت ده وتضحي تضحية كبيرة جدا، وتروح للقاضي تطلب مقابلته بسرعة جدا لأن عندها معلومات مهمة جدا بخصوص شحاتة. القاضي وقتها على طول بيطلب من دولة إنها تدخل علشان يسمع شهادتها، وبتشهد دولة بإن عبد القادر هو عاشقها، وإنه في الوقت ده كان موجود في مسكنها
عشان تبرئه من التهمة دي وتنقذ رقبته من حبل الإعدام، برغم عدم معرفتها نهائيا بعبد القادر لا من قريب ولا من بعيد. استمرت التهديدات لدولة علشان تغير أقوالها وشهادتها، فمن الإنجليز شوية ومن أهلها شوية اللي حسوا بأن هم أصابهم عار كبير جدا، وأهلها كمان كانوا حاسين بأنهم مش قادرين يرفعوا راسهم في البلد وسط الأهالي، وكانوا بيتوعدوا الدولة ومنتظرين الوقت المناسب علشان يخلصوا منها، عشان يجي إخواتها في وقت من الأوقات وينتظروها بعد المحاكمة ويطلبوا منها إنها ترجع معاهم البلد مرة تانية، لأنهم مصدقينها وعايزينها بس تقول في ديوان العيلة على القصة الحقيقية عشان يرجعوا يرفعوا راسهم تاني وسط الأهالي في البلد، وتبص تلاقي نفسها في طريق غير طريق القرية اللي هي رايحاها، وبدل ما تركز على إن هي تصوت أو تستغيث كانت بس بتؤكد وبتصر على سلامة موقفها، بتقول لهم بقلب جامد إن هي اعترفت اعترافات وهمية عشان تنقذ رقبة عبد القادر، وإن هم المفروض يفخروا بالعمل اللي هي عملته، لأنها عملت عمل وطني كبير جدا وكانت عارفة وحاسة بمصيرها، ورغم كده ما كانتش مهتمة غير إنها تحسس وتعرف إخواتها قد إيه إن هم لازم يرفعوا راسهم، عشان هي قدمت تضحية ضخمة جدا لبلدها. وبعد ما وصلوا المقابر ولقيت الدولة نفسها في وسط المقابر وعرفت خلاص مصيرها المحتوم، وبنظرات مليئة بالعتاب والنظرات القاسية جدا من دولة إخواتها واللي ذبحتهم قبل ما يذبحوها غدر ويخلصوا عليها، وتموت دولة ضحية لفداء الوطن وبتقدم أكبر مثل ممكن يتضرب في التضحية من أجل قضية ومن أجل ثورة ومن أجل وطن. بعد ما خرج عبد القادر شحاتة من السجن فضل يدور على دولة، وذكر في مذكراته إنه كان بيدور عليها لأنه لقى إنه أقل واجب ممكن يقدمه للدور العظيم اللي قامت بيه إنه يشكرها وإنه يتجوزها. ولما دور عليها كتير وسأل أعضاء التنظيم السري اللي كان بينتمي ليه هو ودولة، لقي إن الخبر القاتل إن إخواتها قتلوها، عشان يكتب مذكراته ويأكد نظافة وسلامة سمعة واسم دولة، وإنه مالوش سابق معرفة بيها نهائيا، وعمرهم ما تقابلوا ولا عمره شافها ولا يعرفها، عشان يأكد على رواية وشرف وبطولة بطلة الظل دولة فهمي. أبو قرقاص والبطل ناظر المدرسة محمد أحمد اللي قاد مظاهرات ضخمة جدا في أبو قرقاص يوم 18 مارس 1919، واللي كان حريص على أنه يقود المظاهرات الطلابية في أبو قرقاص ويخطب بالطلاب على شجرة الحرية. كمان عمل جمعية سرية بتوزع منشورات كانت بترعب الاحتلال، كان بيطلق على اسم المجموعة دي اسم اليد السوداء، علشان يدفع ثمن مواقفه البطولية بحكم مؤبد من المحكمة وقتها. من ملحمة الدم والعسل لجمهورية المنيا لدور أبطال الظل اللي ذكرنا عدد منهم، وكل واحد منهم محتاج كتاب عشان نذكر فيه تفاصيل أكتر. دي كانت قصة مختصرة وصغيرة جدا عن عيد المنيا القومي والثمن اللي دفعه أهالي المنيا من إعدامات لتنكيل لممارسات غاية في السوء من المحتل البريطاني. نتمنى تكونوا سمعتوا حكايتنا النهاردة، وتتابعونا دايما على صفحتنا كلام في الصميم مع أبو تميم، واستنوا كل جديد. دوسوا لايك كومنت وشير في كل مكان عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعونا دايما على قناة اليوتيوب والإنستجرام. وما تنسوش الدور اللي بيقوم بيه مؤسسة الفاروق للأعمال الخيرية وجمعية نور القمر اللي بيقدموا لنا 50 وجبة إفطار في رمضان، واللي بنطلب منكم تشاركونا في الكومنتات لو تعرفوا حالات مستفيدة عشان نتواصل معاها ونقدر نوصل لها ونقدر نخدمهم وتشاركونا في خدمتهم.